تخيل نفسك وانت قاعد في لجنة الامتحان وقدامك ورقتك والمراقب بيقول فاضل 10 دقايق بس والم الورق، بس المشكلة انك مش حالل 3/4 الامتحان، عمال تبص يمين وشمال للي تعرفهم محدش مركز معاك، كله بص في ورقته وبيحل، فبترعب لا تشيل المادة او ما تجيبش مجموع، وبتندم على كل لحظة ضيعتها قبل الامتحان، وبتدعي الزمن يرجع بيك حتى لو اسبوع وهتذاكر، بس تلاقي المراقب بيسحب ورقتك وبيقول لك خلاص الوقت خلص وانت بتنهار. بس مرة واحدة كده تلاقي في صوت شبه منبه بتاعك، وفجأة تلاقي ان امك بتصحيك عشان تذاكر، فتقوم مخضوض وتبص على التاريخ في الموبايل تتفاجئ ان لسه فاضل اسبوع على الامتحان، فتتبسط جدا وتقول الحمد لله وتقوم وانت عارف قيمة الاسبوع ده كويس جدا. بس الفكرة هتذاكر الاسبوع ده ازاي عشان الحلم اللي شفته ما يبقاش حقيقة؟ هل اسبوع كفاية تلم فيه المادة ومش بس تنجح، لا انت كمان تجيب مجموع عالي؟ الحقيقة تقدر تعمل كده لو طبقت اللي هقولك في الحلقه دي بالحرف الواحد، وخصوصا انه خلاني اجيب في ثانويه عامه 97%. فهات قهوتك اللذيذه ويلا نبدا. كل مرة تقعد على الكتاب تذاكر 10 دقايق بحالهم وفجأة العفريت يمسكك، فتجيب الموبايل تقلب في الريلز، الوقت يسرح منك وانت لسه ما ذاكرتش، فتتضايق وتحط الكتاب قدامك في محاولة بائسة منك انك تذاكر، فتلاقي مخك متربس ودماغك عاوزه تنام، فتقول خلاص هنام ومن بكره ان شاء الله هذاكر كويس، وتاني يوم نفس ال10 دقايق بنفس مسكه الموبايل بنفس النوم اللي بتنام، وخلاص الامتحان كمان كام يوم والمنهج متلتل وراك ومش عارف تلمه. ولو سالتك ايه الحاجه اللي بتخليك مش عارف تذاكر بكل تلقائيه هتقول لي مش هتتعب، او تجيبها في نفسك وتقول ان انت غبي ومش عارف تذاكر صح. بس السؤال الاهم، هل ده اساس المشكله؟ الاجابه هتصدمك، هي لا. كل دول وسيله هروب بتهرب ليها لما تبدا تحس بضغط المذاكره، ودي المشكله الاساسيه. من واحنا صغيرين اهلنا ربونا على طريقه مذاكره مؤذيه جدا، فكره انك لازم تقعد قدام الكتاب او على المكتب اطول فتره ممكنه حتى لو تعبت او مش قادر تذاكر، وحتى لو ذاكرت بالقدر الكافي طول ما هتقعد على المكتب فتره اطول ده معناه مذاكره اكتر، لما معلومات اكتر وتجيب درجات اعلى، مع ان دي فكره غلط تماما. وكمان ما ينفعش تقوم لان اهلك هيزعقوا لك او هتلبس شبشب من والدتك، فاللي بيحصل بينشأ حاجز نفسي بينك وبين المذاكره، فالمذاكره اللي هي في الطبيعي صعبه بتبقى اصعب، وطول ما انت على المكتب عمال تتخيل حاجات غريبه ومشاريع بتجيلك وشوف المدرس ده بيكسب كام، المهم بتعمل اي حاجه في الدنيا غير انك تذاكر. ومن اللحظه دي بتنشأ في دماغنا فكره اطول فتره ممكنه، عشان اكون شاطر لازم اقعد على الكتاب اطول وقت ممكن. السبب الثاني للمشكله المقارنه. من واحنا صغيرين برضه بنتربى على فكره المقارنه في المستوى الدراسي والمذاكره. بص ابن خالتك ما شاء الله جاب 98% في الثانويه العامه، او بص بنت عمك اللي من سنك بتروح الدروس وتيجي تقعد على الكتاب ما بتقومش غير على الامتحان، والنتيجه بنتقفل من المذاكره اكتر وبنذاكر مش عشان ننجح، لا بنذاكر عشان خايفين نسقط. كده عرفنا النفور من المذاكره جاي منين. نيجي بقى للحل. اول حاجه حيد مشاعرك. خدعوك وقالوا ان في ناس بتحب المذاكره، وانا ممكن احلف لك ان مفيش بني ادم في الدنيا دي بيحب المذاكره. مفيش حد بيحب حاجه وهو مجبر عليها عشان تنجحه، وانت عقلك مش عبيط، عقلك عاوز يرتاح، والمذاكره بتمثل مجهود للمخ، فطبيعي انك ما تكونش بتحبها. طب يا نعماني الناس الدحيحه اللي بيقعدوا يذاكروا اكيد بيحبوها. لا، هما مش بيحبوا المذاكره، هما بيتعاملوا معاها على انها مسؤوليه. الفرق بينك وبينه ان انت بتذاكر لما يكون لك نفس وما تذاكرش لما ما يكونش عندك نفس، اما هو بيذاكر سواء عنده نفس او ما عندوش نفس، هو بيذاكر وبس. فكرة انك تتعامل مع المذاكرة على انها مسؤولية لازم تعملها عشان تنجح وتوصل اللي نفسك فيه، دي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية بلاش مثاليه، انك تقعد تقول لي انا هذاكر لما الساعه تيجي 9 بالظبط، او بص انا بكره الساعه 3 العصر هبدا مذاكره، او مش هذاكر غير لما اكون رصص الكتب بطريقه معينه. انت ما عندكش الرفاهيه دي، قررت تذاكر يبقى تقوم وتذاكر. شيل المثاليه من المذاكره تماما، وبالاخص اليومين دول. نفترض دلوقتي انك بدات مذاكره، تعمل ايه بقى عشان تذاكر بتركيز؟ اول حاجه اتخلص من المشتتات، هات التليفون، اقفل الواي فاي والداتا، اعمله سايلنت وخرجه بره الاوضه. ما تسيبش اي حاجه بتعمل صوت جنبك وانت بتذاكر. في دراسه اكدت لو انت بتذاكر وموبايلك جاله صوت نوتيفيكيشن جنبك انت تركيزك بيروح، وبتعوز حوالي من 20 ل 40 دقيقه عشان ترجع تركز تاني. فالتليفون جنبك وانت بتعمل اي حاجه سواء كنت بتشتغل او بتذاكر مصيبه،
فشيله وخرجه بره. من الحاجات برضو اللي بتشتتك هي الدوشه. لما تيجي تذاكر فاهم اهلك ان انت داخل تذاكر وهتقفل عليك الاوضه ومش عاوز دوشه، فبعد اذنكم نهدي الصوت، وده حقك على فكره. تاني حاجه حدد تاسكات بدل الوقت. انت ممكن تقول انا هقعد اذاكر 4 ساعات بس ما تحطش تاسكات في الاربع ساعات دول، فالنتيجه انك تقعد 4 ساعات بتضيعهم على الفاضي ومش عارف تعمل فيهم ايه. امسك نوتة صغيره وعاوزك تقسم الماده. نفترض ان الكيمياء 5 ابواب وانت معاك اسبوع قبل الامتحان، فانت هتذاكر كل يوم باب وهتسيب يومين تحل فيهم، والباب مثلا فيه 4 دروس، قسمه برضه على مدار اليوم. هذاكر اصعب درس في اول اليوم، اخلصه واحل عليه واخد بريك ابسط نفسي وارجع ادخل في الدرس اللي بعده. المهم اني لازم اخلص الباب ده النهارده. ثالث حاجه اقرا اسئله الدرس قبل ما تذاكره. وطبعا السؤال اللي هيجي في دماغك يا نعماني انا مش هبقى فاهم الاسئله بتتكلم عن ايه. عاوز اقول لك انت مش مطالب منك تفهم الاسئله ولا تعرف حلها، كل المطلوب منك انك تقراها بتركيز، لانك لما تعرف الاسئله بتاعت الدرس جايه على ايه هتعرف النقط المهمه اللي تركز عليها وانت بتذاكر، وده هيخلي المذاكره اسهل بكتير. رابع حاجه ذاكر بورقه وقلم. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. انا طول عمري بذاكر بورقه وقلم، بشتغل بورقه وقلم، كل حاجه في حياتي فيها ورقه وقلم، لان ده بيخلي كل حواسي تشارك في الحاجه اللي انا بعملها، فتركيزي بيزيد ويخليها تثبت اكتر في مخي وما انساهاش بسهوله. خامس حاجه افهم ما تحفظش. اوعى تبصمج حتى لو انت ادبي، حتى لو هتذاكر التاريخ او الجغرافيا، حاول تفهم الدرس لانه هيسهل عليك الحفظ. يعني مثلا هات خبر سياسي انت مش فاهمه في الجورنال وحاول تحفظه، هتلاقي الموضوع مكلكع وصعب قوي، لكن لو حاولت تفهمه هتلاقي الموضوع بقى ابسط وسهل عن الاول. فكره انك تفهم قبل ما تحفظ مهمه جدا. سادس حاجه حاول تشرح اللي بتذاكره لحد تاني. تشرحه لمين؟ تخيل طفل قدامك عنده 10 سنين واشرح له. لو عرفت تبسط المعلومه لطفل عنده 10 سنين ده هيخليك تفهم الجزئيه دي كويس جدا وما تنساهاش ابدا. سابع حاجه اعمل خرائط ذهنيه. بص انا عاوزك تورك سمارت في المذاكره. انت دلوقتي قررت درس معين عاوزك تعمل له خريطه ذهنيه. انت فهمت ايه وايه اللي استفدته من الدرس ده؟ عاوزك تلخصهم في بوينتس معينه، بحيث انك مجرد ما تشوف البوينتس دي تفتكر كل الدش اللي كان تحته. يعني تخيل درس من 3 أو 4 صفحات انت بتلخصه في نص صفحه. تامن حاجه ركز في الجزئيه اللي هيكون مبني عليها حاجات كتير قدام. هنفترض انك بتذاكر كيمياء، والمعروف ان الكيمياء كلها معادلات، والفصل الاول على حسب ما اتذكر هو اللي بيقول لك ازاي تكون معادله. لما تذاكر الفصل ده بتركيز انت تستريح قدام، لان الكيمياء كلها مبنيه على المعادلات. لكن لو ما ذاكرتوش كويس انت هتتعب في الباقي، لانك ما تاسستش صح في النقطه دي. فركز قوي على النقط اللي هيكون مبني عليها حاجات كتير قدام وذاكرها بتركيز. تاسع حاجه واللي على طول بنقول عليها ادي لنفسك بريكات. مش معنى ان فاضل اسبوع على الامتحان انك تفضل تذاكر 24 ساعه ال7 ايام دول، ما تعملش كده خالص. في دراسه اتعملت على الموضوع ده لقوا ان الطلاب اللي بيقعدوا يذاكروا فترات طويله ما لموش في الاخر غير ساعه او ساعتين بالكتير. اقعد ذاكر، ولما تحس انك ذاكرت حته معينه بتركيز افصل شويه، قوم اتمشى، شم شويه هوا، اشرب نسكافيه، المهم انك تفصل. عاشر حاجه واهم حاجه نام كويس. نام كويس خصوصا ال7 ايام اللي قبل الامتحان. وادي لك المفاجأة، نام كويس جدا في اليوم اللي قبل الامتحان، عشان في شباب بتطبق وبتروح الامتحان مش نايمة عشان تلم اكبر قدر من المنهج، وده بيضرهم اكتر ما بينفعش. لما بتذاكر المعلومات بتكون موجودة في الذاكرة قصيرة المدى، ولما بتنام المعلومات بتنتقل من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى، فلو ما نمناش كأننا ما ذاكرناش. فمهم جدا انك تاخد كفايتك من النوم، لانك صدقني لو ما نمتش كويس كل الكلام اللي قلناه فوق ده بلح. لا تعرف تركز ولا تحفظ ولا تذاكر بفهم. لازم تبقى عارف انك مش مطالب انك تحب المذاكرة، المذاكرة مسؤولية، ومش مطالب منك برضو انك تذاكر بخوف او قلق. معاك وقت هتذاكر فيه وتعمل كل اللي تقدر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. طالما انت خدت بالاسباب، نظمت وقتك وذاكرت وعملت اللي عليك، ان شاء الله النتيجه هتبقى كويسه. التبس اند تريكس اللي قلناها النهارده مهمه جدا، طبقها الكام يوم اللي جايين وانت بتذاكر وصدقني هتدعي لي. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه، واشوفكم الفيديو اللي جاي وان شاء الله تجيبوا اعلى الدرجات.